بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. من قناة أكلات حلاوية في النجف راح أقدم لكم طبخات عراقية وعربية وكل أنواع الحلويات والمعجنات وبطريقة مختلفة. شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. رجعتكم فيديو جديد ووصفة جديدة. حبيت أشارككم اليوم بطريقة عمل كليتش العيد أو بسكويت التمر. وطبعا أقول لكم كل عام وأنتم بخير ويا رب ينعاد عليكم بالصحة والعافية. خلونا نشوف طريقة التحضير، وأثناء ما احنا نحضر بالوصفة مالتنا راح أحكي لكم المكونات بالتفصيل. يلا بسم الله. جبت هنا الكاسة وراح أبدي أنخل بالطحين اللي هم كوبين من الطحين الأبيض. أنخله كل زين حتى إذا كان بأي شوائب نتخلص من عندها. وهذا هنا أنا بديت بالكوب الثاني. وطبعا هاي الحركة كلش حلوة، ما تخلي الطحين يتناثر على المكان اللي نشتغل بيه. ومن بعدها راح أضيف ربع كوب من الشكر الباودر. أني طاحنته كل زين وناخذته حتى يكون عندنا العجينة كلش ناعمة. وراح ينطينا بسكت كلش طيب. وسامعين من يقولون ذوبان، هذا البسكت هسه راح تجربوه صدق ذوبان. هنا أنا راح أضيف ملعقة كوب من الفانيلا ورشة ملح و6 حبات من جبن كريمي. أنا استخدمت هنا جبن كيري. وهنا ضفت إصبعين من الزبدة 200 غرام بمقدار كوب من الزبد. اختاروا نوعية زبدة تكون طيبة حتى يكون عندنا البسكويت طعمه كلش طيب. هنا أنا بديت أفت بيه مثل ما تشوفون بهذا الشكل لحد ما تكون عندنا عجينة قوامها كلش حلو وتكون كلش ناعمة. وما حبيت يمر العيد بدون ما اسوي لكم كليتشة او بسكويت. جربوا هاي الطريقة كلش طيبة، وانا منزلة اكثر من نوع، منزلة المعمول ومنزلة الكليتشة طريقتين. جربوهم كلش طيبين. سامعين من يقولون هاي الاكلة نسويها بس للزاز، هاي الكليتشة او هذا البسكويت صدق بس للزاز. جربوها راح تعجبكم كلش هواية. منزلت لكم هواية معجنات للعيد. تقدرون مثل عندنا بسكويت الشوفان وبسكويت جوز الهند والشكر لمة والبرازق، هواية معجنات منزلة. واذا تحبون المالح همين عندي بسكويت مالح طعمه كلش طيب وخرافي ومن غير بيض. هنا أنا عندي العجينة مثل ما تشوفون صارت عندي بهذا الشكل، عجنتها كل زين وراح اتركها ترتاح تقريبا نص ساعة بالثلاجة حتى الزبدة شوية عندنا مثل ما نقول تجمد، ما تكون كلش طرية عندنا حتى سهلة علينا تكون بالتشكيل. وشلون تعرفون العجينة صارت عندنا كل زينة وتمام؟ من اجي اشكلها او افتحها بهذا الشكل ما تتشقق عندنا، يعني معناتها صارت عندنا كلش تمام مثل ما تشوفون بهذا الشكل. وهسه من بعد ما تأكدنا انه عجينتنا صارت تمام التمام، ألمها كل زين واتركها بمكان عادي. احنا ما نريدها لا تختمر ولا شيء لان ما بيها لا بيكنج باودر ولا خمرة. هنا راح اسويها بهذا الشكل المرتب واتركها على جهة. وهسه يلا تعالوا نحضر الحشوة اللي هي عندي كمية من التمر كل زينة. رافعة من عند النوى وضفت عليه ملعقة كبيرة من دهن الحر وقليل من الهيل، تقريبا هم ملعقة كبيرة. جبت الطاوة وراح اضيف بها كمية من الدهن الحر اللي هم قلنا احنا ملعقة كبيرة، ينطي نكهة للتمر كلش طيبة. وراح اضيف كمية التمر اللي عندي اللي يعني نازعة من عند النوى. افتحها بهذا الشكل حتى يسهل علي اثناء الحمس. هاي الطريقة للتمر يعطي طعم كلش طيب خاصة من يتشوح شوية. واكتبوا لي شنو اكثر حشوة تفضلوها. اني منزله بذنيش الفيديوهات السابقة هواية حشوات للتمر، يعني منوعات لكم هواية انواع. تقدرون تدخلون على الفيديوهات السابقة وتشوفون الحشوة اللي تعجبكم وتسووها. هنا بديت احمس بالتمر بهذا الشكل وراح اضيف عليه ملعقة كبيرة من الهيل المطحون. واذا كنتم محبين توابل الكليتشة تقدرون تضيفون على التمر حبة حلوة والكزبرة، ينطونا طعم كلش طيب. واكيد ما ننسى وياهم الهيل. واذا تحبون حبة السودا هم تقدرون تضيفون. من يبدي يتجمع عندنا التمر بهذا الشكل معناتها صار عندنا تمام التمام. هسه نطفي النار ونتركه على جهة حتى يبرد. واذا حابين تشاهدون فيديوهاتي وتقريبا انزل يوميا، مؤخرا صرت انشر على الفيس والتيك توك والانستا. الروابط موجودات باللمحة بالوصف يعني مالت القناة موجودات، تقدرون تضيفوني. هنا انا بديت اشكل بالتمر حتى يسهل علي التشكيل اثناء الشغل. كورتهم بهذا الشكل وراح ابدي بتحضير العجينة. هم راح اكورهم بنفس الشكل واكور العجينة تقريبا شوية اكبر من حجم التمر. من نريد الكليتشة مالتنا تكون بس عجين. صح هاي العجينة كلش طيبة وطعمها يخبل من غير اي حشوة، بس هم من لازم نسوي الحشوة تكون اكثر.
مثل ما تشوفون شكلتهم بهذا الشكل. وهسه نبدي نحشي بيهم. جبت هنا أنا صينية الفرن وضايفة بيها ورق الزبدة، وراح أشكلهم وانتم تقدرون تشكلوهم بالشكل اللي يعجبكم. مثل ما تشوفون أفتحها بهذا الشكل وأضيف عليها الحشوة التمر، ومثل ما قلت لكم تقدرون أي حشوة تضيفون، وأنا منزلة هواية حشوات بالفيديو مالتي الكليتشة. وأنا هنا أستخدم الطحين أثناء التشكيل حتى يسهل علي العمل، أما أرش على القالب أو أطبطب حتى أشيل الزايد أو ألوث البسكويتة نفسها قبل لا أخليها بالقالب. أحمل الفرن كل زين وأخليه على 200 فوق وجوا، ودخل الصينية بالرفل بالنص، وما تطول عندنا بالفرن، بس نشوفها تاخذ لون نطلعها ونخليها تبرد. يلا نشيلها من الصينية. تنحفظ بعلبة محكمة عادي بدون ثلاجة ولا تجميد. وألف عافية على اللي راح يجربها. وطبعا هنا بديت أشكل بهذا الشكل الثاني كلش حلو وهم كلش سهل. اللي ما متوفر عنده قالب تقدرون بهاي الطريقة أو تقدرون أو طريقة الوردة اللي نسويها بالمقص أو السكينة، هم يجينا شكل كلش حلو. وخاصة هاي العجينة يطلع الشكل عندكم كلش تمام، ما يتغير أثناء الشوي. وإذا عجبتكم الطريقة وحبيت تشاركوها مع الأهل والأصدقاء أكون كلش ممنونة من عندكم. وحبايب فضلا وليس أمرا لا تنسون اللايك، لأن اللايك كلش مهم، وخاصة أنا كنت منقطعة صار لي فترة كلش هواية. وهسه جهزت عندنا هاي الصينية الأولى راح ندخلها للفرن. وهنا أنا بديت أحشي بهم بهذا الشكل وأتركهم لحد ما أكمل الكمية كلها حتى يسهل علي الشغل. وبديت أشكلهم بهذا الشكل. وطبعا الريحة كانت كلش طيبة تجيب التايه. مثل ما قلت لكم ما نحركهم إلا لحد ما يبردون حتى ما يتكسرون عندنا أو يعني يخرب شكلهم. وشوفوا الهشاشة ما أحكي لكم ضيم، ايش قد ما احكي لكم هو قليل بحقها، لان طعمها كلش طيب. متأكدة اذا راح تجربوها راح تعجبكم كلش هواية. وما شاء الله صارت كمية كلش هواية من كوبين طحين. مو تقولون تندح بشغلها، بس لا جربوها لان كلش طيبة. باعوا اللون الماخذته يخبل، والهشاشة موضوع ثاني. هاي هنا الشكل الثاني راح ادخله للفرن. وهاي اخر كمية جهزت عندنا. هنا أنا بديت اقدمهم، وانتم تقدرون تقدموهم باي شيء، وتقدرون تحتفظون بها بالثلاجة او بالمجمد. باعوا التمر اللي لازمها، بصراحة هي كلش هشة. وهذا الجمال كله شنو لازم نسوي؟ لازم نسوي لها جلسة تصوير وين؟ بالحديقة. يلا تعالوا خلينا نجهزها وياكم وناخذ لها لقطات كلش حلوة بالحديقة. وراح ازينها بالورد المحمدي والهيل. وطبعا احب اقول علينا وعليكم بألف صحة وعافية يا رب. واللي هنا ينتهي فيديونا اليوم وياكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك. دمتم في حفظ الرحمن، مع السلامة والى اللقاء.